زوجتي ما تقبل اتزوج، فانا قلت اتزوج بالسر، حلال حرام، هاي وحده. ثاني شيء البنيه انا احبها حيل يعني، وانطيتها وعد اتزوجها، فبهاي الحاله شلون يعني يصير اتركها؟ يعني ما اعرف شلون. زوجتي تقول لي انفصل عنك اذا تتزوج علي، وانا حاير بهاي القضيه، يعني اترك البنيه ما اعرف اني. نعم. جواب انك رحمه على والديك. نعم سمعت. يعني للأسف الشديد، يعني أنت شاب متزوج وقد يكون عندك أولاد، تروح تفتح على نفسك باب ارتباط مع فتاة أخرى، وحسب تعبيرك إني حبيتها وما أقدر أعوفها. هذا أليس هذا توريط للإنسان، توريط الإنسان لنفسه؟ ليش تورط؟ يعني ليش الإنسان يورط نفسه واقعا؟ أنت عايش وزوجتك وأطفالك، ليش تروح تفتح باب اللي بعدين ما تقدر تسد؟ متحير مرتين قال أنا محتار أو متحير. من اللي حيرك حبيبي؟ أنت حيرت نفسك. ليه أنت حيرت نفسك؟ ليش نفتح لأنفسنا يا شباب، يا أخوات، يا بنات، يا أحبة؟ ليش إحنا نفتح لأنفسنا أبواب مشاكل، أبواب شر، أبواب خربطة لحياتنا؟ ليش؟ واقع. إذا أهلك مقصرة يمكن واحد يحل المشاكل بطريقة حتى تخرج عن التقصير. أما تروح تفتح باب مع وحدة وكذا وتعلقت بها وأريد أتزوجها، وهاي تقول لك إذا تزوجتها أنا أقتل نفسي أو أنه أطلق أو أنه أروح لأهلي، في النهاية أولادك راح تخسرهم، في النهاية بيتك راح يتبعثر. على شنو؟ ومنو قال تلك الثانية اللي جدي راح تجيك الثانية، منو قال أنها راح تسعدك وما راح تفتح باب إلى واحدة ثالثة؟ وإلى متى يعني؟ هذا كرؤية اجتماعية ونصيحة. أما فقها شرعا لا إشكال في إنسان يتزوج سرا، ولكن أنا أقول لك هذا السر ما راح يبقى سر، يوم من الأيام راح ينكشف وبعدين تصير مشاكل. تعال يا فلان شلون نلملمها؟ فعلى حال أنصحك أقطع. قول بابا أنا عندي مرة وعندي أطفال، وأنت شوفي لك إن شاء الله تعالى واحد يسعدك. واقع هذا. شوية دوس على نفسك، هذه الميول هاي دوس عليها حتى تحافظ على شخصيتك وعلى بيتك وعلى أسرتك. هاي نصيحتي لك.